مين هو الفريق الطبي العلاجي الذي يعالج خشونة الركبة؟ الفريق الطبي العلاجي الذي يعالج خشونة الركبة هو طبيب العظام ودكتور العلاج الطبيعي. دكتور العظام ودكتور العلاج الطبيعي بيشتغلوا مع بعض، هم دول التخصصين اللي بتلجأ ليهم لعلاج خشونة الركبة. دكتور العظام بيشخص الخشونة، بيطلب الأشعة، بيكتب العلاجات الدوائية، وبعد كده بيحولك على دكتور العلاج الطبيعي اللي بيبدأ يشتغل معاك على المشكلة اللي موجودة في الركبة وفي العضلات. فمهم جدا ان انت لما تروح لدكتور العظام تتأكد انك لازم تروح لدكتور العلاج الطبيعي، لان في غلطة كبيرة جدا انا بشوفها بيقع فيها كتير من المرضى، انه بيكتفي فقط بالذهاب الى طبيب العظام وبياخد ادوية ودهانات ومكملات غذائية، فبيحس بتحسن مؤقت ولا يلجأ الى جلسات العلاج الطبيعي. والعلاج لوحده الدوائي مش هيعالج خشونة الركبة، الدواء لوحده ما بيعالجش خشونة الركبة، لازم جلسات علاج طبيعي بطريقة صحيحة